يبقى أهل الجنة في الجنة حتى إذا استقروا فيها وانتفى عنهم خوف الخروج منها واطمأنوا إلى أنهم خالدون فيها، كما عند مسلم في الصحيح من حديث صهيب إذ نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يجرن من النار؟ ألم يدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فيرون وجه ربهم تبارك وتعالى. ولو أن الإنسان تحدث من وقته هذا إلى أن يموت عن فضل نعمة النظر إلى وجه الله والله ما أوفاها حقها، إذ لا تعدل نعمة النظر إلى وجه العلي الأعلى. والله إن أناسا، وهذا لنا ولكم، ممن نحبهم من أهلينا وقراباتنا وأصدقائنا لو غابوا عنا أياما 3 لتمنت أعيننا أن تراهم وهم مخلوقون مثلنا، فكيف بلذة النظر إلى وجه أرحم الراحمين جل جلاله وأكرم الأكرمين تبارك اسمه. وهذا يدفعك إلى أن تطيعه في الدنيا عل الله أن يرزقك ثوابا عظيما هو لذة النظر إلى وجهه الكريم. ومثل هذا لا يستطيع الإنسان أن يشرح، هي لذة نطلبها ولم نراها، ولا ينبغي أن يؤرقك حال نومك أو حال يقظتك شيء أعظم من أن تسأل الله لذة النظر إلى وجهه. كل ما يكون من عذاب أهل النار ليس بشيء أمام حرمانهم من رؤية وجه الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال عن أوليائه عن أصفيائه عن عباده وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فرؤية وجهه تبارك وتعالى أجل مطلوب وأعظم مرغوب، وهو الذي له ومن أجله أفنى الصالحون أعمارهم وأذهبوا أيامهم وسعوا في عبادة ربهم. وكلما قصرت بك نفسك أو ثقل بك بدنك عن طاعة فذكره بلذة النظر إلى وجه العلي الأعلى جل جلاله. هذا النعيم يعقبه رضوان من الله، والرضوان من الله سماه الله جل وعلا أكبر النعيم. قال ربنا ورضوان من الله أكبر. وفي الخبر الصحيح وهو طويل يقول جل وعلا ألا أعطيكم أعظم من هذا؟ فيقولون ربنا وأي شيء أعظم من هذا؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فرضوان الله جل وعلا مع رؤية وجهه متممان بعضهما لبعض أعظم نعيم يناله أهل الجنة.